خبر عاجل عن الطفل مهند السعيدي الذي تكلموا عليه أنه حكموا عليه بصنعاء بالإعدام. هذا الخبر كاذب، كلها كذب 100%. كله شوية ترندات وإشاعة عشان الشهرة. يا حبيبي ماشي شهر من فوق الناس، فلان عمل، فلان صنع، فلان ترك، فلان. يا حبيبي لا تنظر على تتكلم على الناس بالمخفى. شفت شيء بعينك، سمعت بأذنك، انشر عادي. كل هنا تضامن مع القضية الظلم، لكن تتضامن عن شوية ترندات وكذب، هذا ما يصلحش. كما تدين تدان. أنت اليوم تتكلم على الناس بإشاعة كذب عشان شوية ترندات، واليوم الثاني بيجوا يتكلموا عليك. كما تدين تدان. تابعوا الفيديو والكل يرد بالتعليقات، وتحياتي لكم. باي. أسعد الله أوقاتكم. أنا والأخ مهند السعيدي اللي قالوا إنه مهند، مع إنه لا مهند ولا له أي علاقة بمهند. هذا الأخ عبد الكريم الشجاع جاري وصديقي. أنا نشرت له فيديو بتاريخ 10 أكتوبر عندما كان يودع عبد الحكيم أخوه، والفيديو مثبت بصفحتي بالفيسبوك. ويا جماعة الخير، عندما تكون تنشروا عن أي قضية تحرروا المصداقية ويجمعوا أكبر قدر من المعلومات، مش نسخ لصق وتجيبوا لكم صور غير صور مهند. هذا هو عبد الكريم، أنا وياه ما بش يا أخي محكوم إعدام وجالس خارج. هذا أنا وياه وسط الحارة، وجالس لي يلعب هو العيال. شوفوا جالس لي يلعب، والله خرجت الآن من البيت شفته وسط الحارة جالس لي يلعب هو العيال، ما بش أي حاجة. لذلك تحرر المصداقية. أنا من أمس حاولت أن أنا أفهم بعض الناس، قال لكن البعض يأبى أن يفهم. تخيلوا أن البعض قال أنت متضامن مع المجرم. يا أخي أنا ما نش متضامن مع المجرم، أنا ما شغل لكم أن أنا متضامن مع مهند السعيدي، لأنه ما أعرفش قصته ولا أعرف المعلومات كامل إيش عن قضيته. يا أخي أنت عندما تتضامن مع شخص يجمع أكبر قدر من المعلومات، تتضامن معه بطريقة صحيحة. أما أنك يجيب لك معلومة من هنا ومعلومة من هنا ويسبر لك قصدك من منشور، هذا الشيء غلط. تحياتي للجميع، وبوضح لكم فيديو ثاني ترقبوا الفيديو تقريبا بعد العصر.